ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ النهارده بقى جايه لكم بوصفه سهله وبسيطه وسريعه ومش مكلفه خالص، مش تاخد منكم وقت خالص. وبنجيب الربع كيلو من الافران بالشيء الفلاني. يعني بصوا حاجه كده بقى، اللهم بارك. يعني بصوا، والله العظيم حلويات تتكلم عن نفسها. كلنا طبعا عارفين ده ايه. ده الفايش الصعيدي اللي بنروح نجيب منه ربع كيلو من الفرن. مش عايزه اقول لكم، انتوا اكيد بتشتروا وعارفين. وعمره ما هيطلع في الجمال ده ولا في الحلاوه دي ولا في القرمشه دي. بصوا، وبسيطه تاكل مع الشاي، تاكل مع الجبنه، مش هتعمل. ودع للقراقيش بقى، ودع للقرص. اتفضلوا يا حبايب قلبي كده، تعالوا نشوف هنعمل ايه. بصوا يا حبايب قلبي، معايا كوبايه الشاي بقى كده. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا اقول لكم واحده برده. بصوا القرمشه. بصوا قد ايه هو بيتفلفت وقد ايه هو مقرمش. بسم الله ما شاء الله. حاجه بقى في منتهى الجمال. شاي بقى ساده، شاي بحليب، زي ما تحبي حبايب قلبي. تعالوا يلا نشوف الطريقه والمقادير. النهارده ايه هنعمل؟ الفايش الصعيدي اللي بصوا يعني احنا بنجيب منه ربع كيلو بالشيء الفلاني. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. معايا هنا ايه؟ نص كيلو دقيق. اول حاجه نشتغل فيها قبل اي حاجه. معايا هنا حبه ايه؟ حبه ميه دافيين كده. هنزل عليهم بحبه السكر دول. يعني ايه؟ معلقه من السكر. هنزل عليهم بنص معلقه كده ايه كركم. لو حابه ما عندكوش كركم برضو مفيش مشكله. هنزل عليهم بمعلقه كبيره ايه خميره. ماشي. نقلب بقى الكلام ده كده قبل ما نعمل اي حاجه مع بعض. عملت انا هنا ايه؟ دوبت في حبه الميه الخميره ومعلقه الكركم ومعلقه السكر. هنركنها على جنب بقى هنا قبل ما نشتغل في الفايش بتاعنا. معايا نص كيلو دقيق. اعملي زي كده النهارده. انا هشتغل في نص كيلو دقيق. معايا نص كوبايه زيت زي ما انتم شايفين كده. ونسمي الله ونحطها كده على الدقيق. طبعا هو من غير بقى ميه ومن غير لبن ومن غير زبادي ومن غير اي حاجه خالص. ونعجن بقى كده. طبعا ليه مش هياخد حاجه معانا؟ لان احنا حاطين نص كيلو، نص كوبايه زيت على نص كيلو دقيق. هتبقى حلوه قوي يعني. لازم نفرك كده او نبس فيه كده لغايه ما يبقى عامل زي ايه؟ شفتوا؟ زي حبات الرمل، زي الكسكسي كده. على بال ما الخميره تتفاعل معانا مع السكر لازم نبس فيه كويس كده لغايه ما يبقى زي حبات الرمل كده، كاننا بنعمل كسكسي بالظبط. سهل وبسيط وما فيش بصي يعني مش هياخد منك وقت خالص. بصوا بسم الله ما شاء الله. قربوا لهم كده الكاميرا عشان يشوفوا كده ايه العجينه. بصوا عامله ازاي؟ زي الكسكسي. والخميره بسم الله ما شاء الله ايه اهي تفاعلت ازاي مع السكر والكركم. هو المفروض لو قلنا المفروض يعني مش مفروض، هو حابه تضيفوا له سمسم ضيفوا له، بس انا بصراحه جيت ادور ما لقيتش عندي، فقلت عشان ما اعطلش نفسي مش لازم يعني السمسم. بس والله العظيم جميل جدا وسهل جدا، مفيش اسهل منه. واحنا اللي بنصعب الدنيا على نفسنا. نقول بسم الله. شايفين الخميره؟ حبه الميه انا حطاهم قد ايه؟ بصوا اهم باينين اهو. بصوا الميه، شوف الخميره. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ونعجن بقى كده. طبعا هو هتلاقيه هيلم معاك بسرعه لانه هو واخد كميه زيت. كميه زيت كويسه هتخلي العجينه تلم معاك بسرعه، مش هياخد منك وقت خالص. التقوى بيلم بسرعه لانه هو فيه كميه زيت كتير. ماشي. طبعا هو اللون مش قوي برضو، لان هما بيبقوا يحطوا عليه بودره زعفران، وانا ما عنديش بصراحه برضو بودره زعفران. انا هعمل ايه بقى؟ هنطلعها من البوله عشان مش عارفه اعجنها كويس من البوله. زي ما انتوا شايفين كده طبعا الرخامه نضيفه. تعجني فيها كويس كده يا حبايبي. والله العظيم لو اتفرجت على الفيديو ده هتحرمي تشتري الفايش ده من بره تاني. سهل وبسيط واقتصاد، مفيهوش اي حاجه صعبه. بصوا العجينه بقت، بصوا تحس ان هي عامله زي اللبانه معاكي كده في ايدك. طريه كده وجميله. ولا لبن ولا زبادي ولا اي حاجه، ميه. دقيق وميه. دقيق وزيت وحبه الميه اللي احنا بنخمر فيهم الخميره. نص كوبايه زيت على نص كيلو دقيق. وربع، مش ما يجوش ربع كوبايه ميه احنا بنخمر فيهم ايه باكت الخميره. هسيبها بقى تخمر
هلمها زي ما انتم شايفين كوره كده زي ما انتم شايفين. بصوا اهي بسم الله ما شاء الله. شايفين العجينه اهي الماسه بقى ناعم وسابت ايدي خالص اهي. هحطها بقى في البوله كده زي ما انتم شايفين وهسيبها حوالي نص ساعه ايه تخمر خالص ونقطعها ونكمل مع بعض. اللي بقى نكشف على العجينه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اللهم بارك. شايفين عسل. شايفين العجينه عامله ازاي؟ بصوا والله العظيم ملبن. يلا نهبط العجينه بالراحه كده. ايه ده يا هبه واحنا بناكل ونرجع نهبط؟ ايوه نهبط. تخرج بس منها الهواء. انا هعملها النهارده على رولين. انت حابه تعمليها رول واحد مفيش مشكله ماشي. احنا بنهبطها بالراحه يعني ما تضيعيش ايه خمرها. الرخامه بتاعتك طبعا مغسوله زي الفل زي ما انتوا شايفين كده اهو. سهله وبسيطه وما فيهاش اي صعوبه ولا فيها اي حاجه. عيالك هيشقوه هيدمنوه هيقولوا لك يا ماما هيوجعوا دماغك بقى بمعنى اصح. هتجيبي وجع الدماغ لنفسك. اعملي لنا يا ماما اعملي لنا يا ماما منه اعملي لنا يا ماما هيوجعوا دماغك. اعملي لنا يا ماما فايش. فين العجله يا رحمه؟ اعملي لنا يا ماما فايش. اعملي لنا يا ماما فايش. ولا تعملي بقى قراقيش تكلفي نفسك لبن وسمنه وحاجات ملهاش. ناكله بقى الصبح كده مع كوبايه شاي بلبن تحفه مع جبنه مش هقولك لا. اللي بيحبوه بالجبنه كده في منتهى الجمال. والله انا شخصيا بروح اجيب يعني بروح الفرن بجيب ربع كيلو لانه سعره غالي وعمره ما هيطلع بالنظافه دي ولا بالحلاوه دي عشان تبقى عارفه. طبعا الحاجه احنا بنشتريها عمرها ما تكون اهو. انا عملته ايه رولين اتنين نرول كده ونتك نرول كده ونتك زي ما انتوا شايفين كده اهو. صاج بقى مدهون بالزيت زي ما انتوا شايفين كده. نرول كده ونتك حاجه بسيطه كده متلبسيش يعني ايه اهو زي ما انتوا شايفين كده. بصوا اهو دهنا الصاج كده دهنا مسحه بسيطه كده من الزيت واحطه كده. وهعمل الرول التاني معاكم اهو. الرول التاني اهو يا حبايب قلبي. طبعا انا لفيته رول اهو. مش هدخله دلوقتي برده الفرن اسيبه. انا سبتها الاول العجينه خمرت نص ساعه. سبتها حوالي نص ساعه تخمر وهسيبها تاني وهي رول كده نص ما انتوا شايفين كده. يعني انا هعمله هلف ده كمان رول كده مع التاني وهسيبهم في الصاج حوالي نص ساعه. وبعد ما النص ساعه تعدي هدخلهم على نار عاليه 180. مش هتاخد منك يعني 10 دقايق زي ما انتوا شايفين كده. هنلف برضو نسمي الله ونلف الرول بتاعنا ونتكه كده نقفل كده. بصوا زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. هعمل دلوقتي بقى ايه اغطيه هسيبه يخمر كمان نص ساعه زي ما انتوا شايفين كده. وهدخله بقى بعد ما يخمر نص ساعه هدخله بقى الفرن ماشي واوريكم شكله النهائي. العسل ده الكلام العسل ده بقى الفرن على درجه حراره 180. اول ما هيخرج مش هقطعه يعني اول ما يخرج هسيبه يبرد خالص تماما يجي ساعه ولا ساعه ونص كده واركنه على جنب لغايه ما يبرد خالص. ولما يبرد هنقطعه ونحطه في نفس الصاج برده وندخله الفرن. مش هنولع شوايه ولا حاجه ونحطه يحمص بقى يبقى زي بصوا تسمعوا قرمشته كده. يلا بينا على قلبي. خلصنا العيش بتاعنا. بصوا انا نسيت عنه بصراحه حطيته في الفرن ونسيته. بصوا حبايبي انا سبته لما برد بس هو لسه. بس انا عايزه اوريكي الخطوه دي. هتلاقيه بيتفرفت منك كده تقولي لا ده يا لهوي يا خرابي ده باظ مني. لا مفهوم ما باظ منك ولا حاجه خالص خالص. احنا المفروض بس نسيبه ايه وبيبقى عامل زي عامل تقطيع زي ما انتوا شايفين كده. هندخل بقى العسل بقى. بصوا ماشي هندخله بقى على الفرن. هنولع من تحت مش هنحتاج الشوايه خالص. هنحمصه خالص تهديله النار وتسيبيه مع نفسه يحمص خالص بحيث ان انت لما تيجي تاكليه يا ست الكل تسمعي القرمشه بتاعته. بالله عليك الفيديو ده ما يستاهلش لايك. انتوا بخلينا عليها باللايكات ليه كده. يلا ندخله الفرن يا حبايب قلبي بقى يحمص كده ياخد لون من تحت ويبقى مقرمش كده. واوريكم شكله النهائي بعد ما يخرج. الفايش بتاعنا الصعيدي من الفرن
حمصناه وبصوا بقى زي الفل، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين الفراغات اللي فيه؟ هو بيبقى كده. اللهم بارك، بألف هنا وشفا. جربي في الكميه دي. انا عملت نص كيلو دقيق ما فيش غيره، ونص كوبايه زيت، معلقتين ميه. انا دوبت فيهم باكت الخميره، ولا اكتر ولا اقل حاجه كده. بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى القرمشه، بصوا يعني، بصوا سامعين بقى القرمشه؟ والله العظيم مقرمش. انا عايزه اقول لكم انا بقطعه، الفرفيت اللي بقت تنزل منه حاجه بقيت اكلها قسما بالله في منتهى الجمال. يلا يا حبايب قلبي، يا رب يكون قدرت افيدكم بحاجه كده. ما تنسوش في اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم بخير يا حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.